اخويا هتفضل واقف لي على جنب وعامل فيها خايف. خايف من ايه؟ خايف من ايه؟ هنمثل رزق دي. هنكسب كام؟ هنصعد اول. يلا بينا. هو ده. ما تقلقش من حاجه. ما تقلقش. اقول له يا باشا كبرت شويه. المصري فرقه صعبه ونبيل الكوكي مدرب كويس. فايه يعني؟ بس احنا الزمالك. في حد مع الناس دي ويخاف؟ هو ده نادي الزمالك يا باشا. قول لهم هو ده نادي الزمالك. هنكسب بعد ماتش. هنكسب يا باشا. ماشي. هنكسب يا كابتن. اخويا ده اللي بتخلي الماتشات اللي زي دي ماتشات حلوه، ان هي ماتش جماهيري. الواحد مهما كان الماتشات بتبقى صعبه، الماتشات الجماهيريه مع الفرق اللي هي عندها جمهور، انما الواحد بيحس ان هو بيلعب كوره وبيتفرج على كوره لما يكون في مدرجين، مدرج الفرق اللي انت بتشجعها ومدرج قدامها، بيبقى في ماتش تاني اصلا، بيبقى في ماتش تاني في المدرجات. فنتمنى ان شاء الله ان الدوري يبقى مليان فرق موجوده عندها جماهير وانديه جماهيريه، بدل دوري الشركات اللي احنا عطلانين فيه ده، وبنرجع في الاخر نقول هو احنا الدوري عندنا ايه اللي حصل له والمنتخب ايه اللي حصل له. اول 10 دقايق مضيعين كورتين، منهم واحده سهله قوي ما تضيعش، يعني حرام. الماتشات اللي زي دي عايزه الربع فرصه تخلص فيها على طول. ضربه جزاء في الدقيقه 20 حصل عليها الشيكو عنزه ودخل حسام عبد المجيد، ربنا يكملها بالستر. ولد ده نص ساعه الشوط الاولاني، الزمالك واقف على رجله، حسام عبد المجيد نجم الماتش هو وادم كاد لحد دلوقتي. بس احنا عندنا مشكله في الضغط، ان احنا بنضغط عشوائي، ما بنضغطش كفرقه، ما بنضغطش كوحده واحده، فالمصري بيطلع من تحت بالكره بسهوله. ربنا يكرم. ما لحقناش نتهنى بالجون اللي جبناه، مصر اتعادل بسرعه قوي والفرقه فكت بعد الجون على طول، مش عارف، ما فيش اي رد فعل خالص، محتاجين شغل كتير قوي في الملعب، ربنا يستر. الزمالك عمل تبديلين في الشوط الثاني، دي منهم يعتبر اضطراري عشان الراجل الباك ده كان واخد انذار، نزلنا عيشه في الباك ليفت، دونجا في مكان محمد السيد في نص الملعب، انما ما فيش اي شكل، ما فيش اي حاجه. زي ما خلصنا الشوط الاولاني ابتدينا الشوط الثاني، مش عارف يعني الزمالك ملوش شكل خالص، ملوش رد فعل. ان شاء الله باذن الله نحاول نخطف واحده كده. ماسكين كوره، المصري اصلا مش عايز من الماتش حاجه اكتر من كده، فاحنا ماسكين كوره وهم بيلعبوا لو بلوك، وان شاء الله الجول الثاني الحمد لله عودة دباغ من متابعه الكورنر، الحمد لله في وقت حلو، يا رب يكملها بالستر. صبحي واقع دلوقتي بيهدي اللعب، المهم دلوقتي ان احنا محتاجين نمسك الكرة اكتر من اي وقت، لان مصر هيضغط والملعب هيفتح. ان شاء الله باذن الله نحط الثالث ونرتاح كلنا ان شاء الله. مباراة بعنوان احنا الزمالك احنا ولا نسيتوا. 2-1 للزمالك اول مجموعه، ربنا يكملها بالستر ان شاء الله. الحمد لله وصلنا القاهره بالسلامه. لو وصلت هنا في الفيديو حابب اشكرك اشكرك، ما تنساش تعمل شير ولايك وفولو وسبسكرايب. اشوفكم يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله في ماتش كهرباء الاسماعيليه استاد هيئه قناه السويس. سلام.